اجي نقول لك، واش عمرك شتي واحد الشخص اختفى لواحد المده طويله ومن بعد ما شتيه لقيتيه ولا لاباس عليه، قدر انه يبدل الطوموبيله ديالو، يبدل دارو، ولا كيعيش احسن معيشه. هاد الشخص اللي غادي نهضر لك عليه اليوم ما كانش مختلف عليك، وما كانش غني، وما كانش مشهور، وحتى الثقه في راسو كانت ضعيفه بزاف. كان كيعيش نفس النهار اللي كيتعاود كل صباح، نفس الوجوه كيشوفهم كل نهار، ونفس التعب، وكذلك حتى نفس التفكير اللي كيدمر الانسان بشويه بشويه. ولكن نهار واحد وقع واحد الحاجه اللي غريبه بزاف، ان هذا الشخص اختفى لمده ديال 30 يوم. ما بقاش كيشارك المنشورات ديالو مع الاصدقاء ديالو، ما بقاش كل نهار كيصيفط الاصدقاء ديالو الرسائل او حتى الناس اللي كيعرف، وحتى المكالمات حاول انه ينقص منهم بشكل كبير، حيت الناس اللي قراب ليه بداو كيتسائلوا واش هو بخير ولا لا. يعني ولاو كيعرفوا عليه كلمه واحده، انه الحمد لله مزيان فقط. يعني ما بقاش نهار كامل متواجد على السوشيال ميديا. ولكن اللي ما كان حتى واحد عارفه هو ان هاد 30 يوم كانوا اخطر 30 يوم في حياته كامله، حيت هاد المده ما كانش كيهرب من الناس، كان كيهرب من النسخه الضعيفه اللي عاش بها سنين هادي، وهي اللي غادي تعرفوا في هاد الفيديو هذا. وفي هاد الفيديو غادي تعرف شنو دار في هاد 30 يوم، وغادي تكتشف كيفاش رجع انسان اخر بالكامل. ويمكن حتى انت من بعد هاد الفيديو حياتك ما تبقاش هي هادي اللي انت عايشها دابا، حيت كاين واحد السر خطير اغلب الناس عمرهم ما فهموه. الانسان اللي كيبقى وسط الضجيج طول الوقت راه عمر عقله غادي يتغير، وما عمر شخصيته غادي تبدا تقوى. الانسان اليوم ولات يعني مدمن على التشتت والسوشيال ميديا، وانه يبارطاجي التصاور ديالو ويحط في لي ستاتيو. ولكن راه هادشي ما غاديش يخليك توصل حتى شي حاجه. اول ما تفيق، عوض ما تمشي تشد الهاتف ديالك، خاصك ما ديرش هذه الخطوه. اولا اول ما كتحس بالملل كتبقى تقلب الفيديوهات واحد مور واحد، اولا اول ما كتحس بالحزن كتهرب للسوشيال ميديا. ولكن راه ما عمرك غادي تقدر انك توصل لشي نتيجه زوينه الا بقيتي كتفكر بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه كاينين الناس اللي ما عمرهم حتى جلسوا مع راسهم، وعمرهم ما سمعوا الصوت الحقيقي اللي كاين في الداخل ديالهم. هذا الشخص فهم هذه الحقيقه، ولكن فهمها متاخره. كان كل ليله كينعس وهو حاس براسو خاسر، حاس بالعمر ديالو كيدوز، والاحلام ديالو غداو كتبعد منه، والناس اللي كانوا بحالو سبقوه بزاف، حيت حتى قدر انه يوصل لواحد اللحظه خطيره شاف راسو في المرايه وما عرفش شكون هذا الانسان وفين باغي يوصل. وهنا تبدل كل شيء، قرر يختفي وما يبقاش يبارطاجي اي حاجه ديالو مع الناس اللي كيعرف. ولكن ماشي باش يمشي ناس ولا باش يضيع الوقت، اختفى باش يبني العقل ديالو من جديد. اول اسبوع كان صعيب بزاف، عقله كان يعني كيطلب الهاتف كل دقيقه، وباش انه يبقى يدوز يعني هذاك سميتو في التفاهات الخاويه، فيديوهات في التفاهات الخاويه. كان حاسس بواحد الفراغ كبير، بالتوتر وبالخوف، حيت الانسان ملي كيبعد على الضجيج كيبدا يسمع الحقيقه ديال العقل ديالو، والحقيقه كانت مؤلمه بزاف. كان ضعيف في الانضباط، كان ضعيف في التركيز، وكان كيعيش فقط باش يرضي الناس. ولكن رغم داك الالم كامل قدر انه يكمل. بدا كينوض كل نهار بكري، بدا كيقرا، بدا كيكتب الاهداف ديالو، بدا مرن، وبدا كيقطع اي حاجه تسرق يعني عقله. ولكن في هذا الشيء راه كان كيبكي، وكان كيتحبط، وكان كيفشل، وكيطيح، وكينوض. وفاش وصل اليوم العاشر وقع شي حاجه غريبه، ان الهدوء اللي كان كيخوفه ولا قوه بالنسبه ليه، وبدا كيركز بطريقه ما عمرها وقعت ليه من قبل. بدا كيشوف الافكار الجديده، بدا كيحس انه عنده طاقه ما كانش عارفها كانت في الداخل ديالو. وهنا فهم السر الحقيقي. اغلب الناس ماشي فاشلين حيت اغبياء، ولكن حيت عمرهم عطاو لعقلهم فرصه باش انه يبدا يفكر بالطريقه الصحيحه. كل نهار كان فيه ضجيج، كل نهار كانت فيه مقارنه، وكل نهار كان فيه خوف. راه هادشي كيبعدك من الاحلام ديالك. اما هو في 30 يوم بدا كيبني عقليه مختلفه. كل صباح كيسول راسو واحد سؤال واحد: شنو الانسان اللي خاصني نولي من بعد عام؟
وكل يوم كان كيقرب شويه بشويه لهاد النسخه اللي باغي يوليها من بعد عام، وما بقاش كيقلب على المتعه السريعه، يعني انه يوصل بسرعه، بدا كيقلب على القوه. وفهاد الفرق هو اللي كيصنع الاغنياء وكيصنع الناس اللي كيقدروا يغيروا حياتهم بالكامل. وفي اليوم العشرين، يعني منين وصل نهار 20 في هذاك الشهر بالضبط، حتى شكله بدا كيتبدل، العينين ديالو ولات فيهم الثقه، الكلام ديالو ولا هادئ، والعقل ديالو ولا كيركز بشكل مرعب. والاخطر من هذا الشيء كامل انه بدا كيبعد على الناس اللي كانوا كيحبسوه، حيت فهم ان بعض العلاقات راه ماشي حب، بعض العلاقات مجرد سجن للعقل ديالك. وفاش سالات 30 يوم رجع، ولكن الناس صدموا فيه، نفس الوجه ولكن شخصيه مختلفه بالكامل. الناس اللي كانوا كيشوفوه ضعيف وبداو كيحترموه، والناس اللي كانوا كيتجاهلوه بداو كيسمعوا الهضره ديالو، والناس اللي كانوا كيضحكوا عليه بداو كيتسائلوا شنو وقع عليه. ولكن السر راه ما كانش سحر ولا حظ، السر كان في القرار. قرر انه يبعد شويه من العالم باش يبني راسو. دابا بدا كيركز مزيان في هذه الجمله: اخطر شيء يقدر يدمر الانسان هو انه يبقى طول حياته وسط الضجيج ديال الناس وينسى راسو شكون هو وفين باغي يوصل. يمكن انت حتى انت محتاج تختفي شويه، ماشي من الناس فقط ولكن من العادات اللي كتحطمك، ومن التفكير السلبي، ومن التشتت، ومن الخوف اللي معطل حياتك. حيت النسخه القويه اللي فيك راه موجوده ولكن مدفونه حتى مع الفوضى، يعني راك دفنتيها مع ديك الفوضى اللي كتعيش بشكل يومي. الا بغيتي تبدل حياتك خاصك تقبل الالم ديالك من البدايه، حيت كل تحول حقيقي كيبدا بعزله. وغادي نجيكم عند واحد العالم اللي كان معروف ليه الاسم ديالو ستيف جوبز. كان كيقضي ساعات بوحدو وهو كيفكر. واغلب الناس الناجحين في هذا العالم عندهم لحظات كيختفيوا فيها من كل شيء الا بغاو يزيدوا القدام، حيت العقل باش يبدع خاصو الهدوء وما خاصش يكون ضجيج بزاف. اما الانسان اللي في كل دقيقه كيقلب على السلبيه راه عمرو غادي يبني حياته بشي حاجه عظيمه، وعمرو غادي يقدر انه يزيد القدام ويغير من الشكل ديالو. السؤال دابا هو: شحال من حلم ضاع منك غير حيت كنتي مشتت، وشحال من فرصه ماتت حيت كنتي خايف انك تبدل راسك. يمكن هذا الفيديو هو الاشاره اللي كنتي كتسناها باش توقف وترجع حياتك من جديد وتولي تبنيها بشكل يعني اللي غادي يخليك تزيد القدام وتبدا تبني النسخه اللي انت كتستحق، وتبدا تبني حتى النجاح ديالك. حيت راه الوقت كيدوز بسرعه مرعبه، والناس اللي غادي يربحوا السنوات الجايه ماشي هما الأذكى فقط، ولكن هما الناس اللي قدروا أنهم يتحكموا في عقلهم. وهذا الشيء بالضبط اللي دار مع هذا الشخص. هذا اختفى لمدة 30 يوم، ولكن بعد ما رجع بعقلية جديدة كاملة. وربما القرار اللي غادي تاخده انت اليوم يقدر يبدل الحياة كاملة بعد أشهر قليلة فقط. خليك دائما تفكر ان الناس اللي كيشوفوا النتيجه النهائيه فقط، ولكن ما كيشوفوش الايام الصعبه اللي كتقدر انك تدوز منها باش تولي انسان قوي. لهذا الا وصلتي حتى لهنا راه عندك رغبه حقيقيه انك فعلا باغي تبدل حياتك وباغي تولي اقوى نسخه منك. ولهذا غادي نقول لك راه حاول انك فعلا تحيد الناس السلبيين من حياتك، حاول تحيد اي واحد غادي يعطيك طاقه سلبيه، حاول انك ما تبقاش تفرج في الفيديوهات اللي غادي يعطيوك طاقه سلبيه، وحاول انك تولي تفرج غير في الفيديوهات اللي غادي تقدر تستافد منهم وغادي يقدروا يبدلوا التفكير ديالك بطريقه ايجابيه ويخليوك تكون اقوى نسخه منك. وما تنساش كذلك انك راه الا فكرتي في النجاح وفكرتي في انك تغير حياتك وفكرتي في انك تولي شخص مختلف وبعمق راه غادي تقدر توصل لهذا الشيء. لان راه عقلنا اي حاجه سمعها راه الا وكيصدقها، ولكن خاصك تفكر بالعقل ديالك، خاصك تفكر بعمق الا قدرتي انك توصل لهذا الشيء هذا اللي باغي انت توصل له. ودابا عندي منك واحد الطلب صغير: الا حسيتي ان هذا الفيديو عطاك طاقه جديده او خلاك تشوف حياتك بطريقه مختلفه، شاركه مع صاحبك او اي شخص محتاج يسمع هذه الرساله اليوم، حيت ممكن فيديو واحد يفيق العقل ديال الانسان كامل وتدي معاه الاجر. وما تنساش تبارطاجي الفيديو باش يوصل كل جديد بطريقه
كذلك اللي غادي تخلي حتى الناس انهم يستافدوا منها ويديو معاك الاجر. وكذلك بغيت نقولك ما تنساش دير لايك الفيديو، ما تنساش كذلك دير ابوني باش هكا يوصلك كل جديد. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون اقوى، اللي غادي يخليك تكون اقوى نسخه منك. فلهذا ما تنساش انك تفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجايه، لانني غادي نولي نخدم معاك باش انك تولي اقوى نسخه منك. مع السلامه.